السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات وازيكم يا شباب؟ يلا بينا على الجولة زي اللي ما انتم وعدتكم شايفين بيها. ركبتها دلوقتي. بقى هعرفكم الاسعار عشان لو عايز تعرفي الاسعار بالظبط والانواع اللي موجوده في السوق. انا كنت صورت لكم من محل قماش التنجيد القماش، بس زي ما قلت لكم لما رحت المحل اللي اشتريت منه قماش الستاير ممنوع هناك التصوير. هقرب لكم عليه دلوقتي عشان تشوفوه. ده القماش اللي انا اخترته. هو القماش ده نوع من انواع القماش القطيفه المستورده، بيقولوا عليه قماش تركي او قطيفه تركي. تمام. بالنسبه بقى لبتاع الستاير، هو كان قايل لي هاتي قماش اسمه قماش سويد. بيقول لي هو فيه لمعه شويه كده، يعني هو طالع موضه دلوقتي كل الناس بتعمل منه. انا بصراحه من عشاق القماش اللي هو القطيفه، لكن بختار القطيفه الصح. يعني بحب القماش القطيفه اللي هو الايه المستورد، مش بجيب المصري، لان من اول غسله بصراحه بحس ان هو بيبهت وبيوبر وكده. زي ما انتم شايفين كمان اخترت الخشب بتاع الستاره اللي فوق يكون اللي هو اللوتر المفرغ، مدهون باللون اللي هو السيلفر اللي بيتعمل بيه الصالونات، لكن ده لون سيلفر اللي هو الفضي. القماش بتاع الستاير او الالوان بتاعه الريسبشن عامه كلها اخترتها باللون اللي هو الرصاصي واللون اللي هو الكشمير الغامق، وبرده نفس الشيء في الركنه بتاعتي عملتها برده بنفس الالوان. تمام. دلوقتي بقى هعرفكم الاسعار اللي انا جبت بيها الحاجه دي. القماش ده طبعا بتقيسيه على حسب المكان اللي انت هتعمليه في الستاره. المكان ده 4 متر ونص، فطبعا هو بيدبلر لك يعني القماش اللي انت هتجيبيه. لو هتعملي في مساحة 2 متر هتجيبي 4 متر، وفي ناس بتعمل 3 متر بس بيكون الكشكشة احسن. كل ما تزيد الامتار بتاعة القماش بتعطيكي كشكشة احلى وشكل احلى للستارة. فانا زي ما انتم شايفين اهو جايبة 8 متر القماش كامل اللي هو بتاع الستارة اللي بره، الستارة الخارجية مش الستارة اللي هي الخلفية بتاعة الستارة. هوريكم القماش من قريب شكله عامل ازاي. هو ده اهو. زي ما قلت لكم القطيفه في منها انواع. ده قطيفه تركي، المتر بتاعه ب120 جنيه اهو. ده شكله. وده الكشمير بتاعه كمان، في منه طبعا افتح. هو بيعطيكي كارتيلا انت بتختاري منها اهي. يعني في منها الوان افتح. حتى لو تلاحظي انا جايبه بس دي طبعا بتاع تنجيد، دي مختلفه عندي، مختلفه خالص يعني. وخليته يعمل لي فيها بوكيه من فوق. يعني انا اخترتها اللوتر بتاعها يكون فيه بوكيه، بحسها اشيك. وبالنسبه للستاره اللي هي الخلفيه بتاعتها، كنت معايا طبعا في محل الستاير يوم ما جبت انا القماش ده. ده شكله. في منه اسعار كتير طبعا، بيوصل لغايه 150 جنيه تقريبا يعني. انا اخترت اللي هو الوسط، وده كان سعره عامل 52 جنيه. انا المفروض كنت جبت منه يعني 11 متر، ده على حسب كلام بتاع الستاير يعني. فانا جبت منه 13 متر عشان يعطيني الكشكشه اللي انتوا شايفينها من تحت دي، وتعطي شكل احلى للستاره. بس طبعا كل حاجه وسعرها وعلى حسب الميزانيه اللي انت محدداها للموضوع. طيب بالنسبه بقى لاكسسوارات الستاره اللي انا جبتها، انا كنت برضو مصوره معاكم من محل اكسسوارات الستاير، بس هعرفكم الحاجات اللي انا جبتها برضو في رينج معقول، ما جبتش العالي قوي لان كل واحد زي ما قلت لك على حسب امكانياته. دي اللي اربطها مثلا حرير اهي وجميله. ما جبتش اللي هي الصيني يعني، لا دي عقاده حرير مصري وصناعه يدوي. القطعه فيها كانت ب55 جنيه اهي، بتوصل لغايه 150 جنيه على حسب طولها وعلى حسب الشغل اللي فيها. طيب بالنسبه بقى دي برضو اللي هي الشماعه. الشماعه دي بتبدا زي ما قلت لكم هناك في المحل من 14 جنيه لغايه تقريبا 100 جنيه او 90 جنيه، مش فاكره، ممكن ترجعوا الفيديو. المهم ان القطعه دي انا جبتها عشان انا جبت 3 قطع، اعطاني القطعه ب50 جنيه او ب55 برضو، مش فاكره بالظبط والله. اهي هي فيها لمعه زي ما انتم شايفين، وهي مش من الحاجات اللي بتغير مع الغسيل، يعني لو نزل عليها ميه مش هتغير. ده كمان اللي هو اللي بيربط القطعه اللي في النص. في منها طبعا زي ما انتم عارفين حاجات بلاستيك بتتعمل، بس انا حبيت ده لان هو فيه مغناطيس من هنا اهو، بيربط دي بدي، ولازم يكون على جنب كده، هي موديلها كده. تمام. دي بتلم الستاره من هنا، جامده جدا يا جماعه، مش خفيفه. الجزء ده معدن، رباط معدن جامد يعني، مش بيتكسر، عامل زي السلك اللي هو المعدن التخين جدا. وده شكلها اهو تقريبا، مش فاكره قوي، كانت عامله تقريبا 35. الستاره بتاعه الطرقه اهي برضو عاملاها نفس الفكره. اللوتر فيه برضو بوكيه في النص، والبوكيه من الوان الستاره اللي هي اللون الكشمير واللون اللي هو الرصاصي. بالنسبه بقى للفرنشه دي، الفرنشه اللي انتوا شايفينها دي اهي، دي مترها 35 جنيه. في منها اصغر بحاجه و20.
انا وريتكم طبعا حاجات تانية كانت رائعة جدا في محل الستاير، لكن زي ما قلت لكم الحاجات دي كانت بتبدأ من حاجة و50 وانت طالعة. يعني كان في حاجات رائعة رائعة كانت عجباني جدا ب75، بس لما حسبت الميزانية بتاعتي لقيتها بصراحة هتكون فوق قوي، فاكتفيت ان انا اجيب اللي هي دي. انا كان عندي مشكلة طبعا في الفرنشة دي، ان انا مش عارفة اختار اللون الكشمير ولا اختار اللون اللي هو الرصاصي، فانا فضلت ان انا اجيب لون يليق على على الاتنين. فجبت بصراحة دي، انا عارفة ان هي مش قد كده، بس في منها كمان يا جماعة اصغر من كده، وده انا حسيت ان هو بيليق على يليق على الكشمير ويليق كمان على الرصاصي. تمام. طبعا ربنا يا رب يرزق كل واحد كده بكل ما يتمنى ويعمل كل اللي نفسه فيه في بيته. دلوقتي بقى هوريكم كمان الركنه بتاعتي. بصراحه انا كنت متردده ان انا انزل الفيديو ده دلوقتي، لان لسه ما كملتش برضو الحاجات اللي انا بعملها في الصاله، يعني البراويز. بس طبعا قلت اصور لكم الحاجات اللي هي المبدئيه دي، لان عارفه ان في ناس مستنيه الفيديوهات دي. وان شاء الله لما اكمل برضو هيكون اللمسات الاخيره طبعا هيكون ليا فيديو تاني معاكم. يلا بقى نشوف. دلوقتي بقى هوريكم الركنه اللي انا عملتها. هي دي الركنه، الرجول بتاعتها اللي هي الرجول المودرن. وزي ما قلت لكم انا اخترت اللون الرصاصي، وانتوا كنتوا معايا في المحل يوم ما قطعت القماش بتاع الركنه، هو ده القماش. هقول لكم دلوقتي بقى، يعني طبعا هي باينه من بعيد ان هي شكلها حلو اهي، زي ما انتوا شايفين، اللي يشوفها من بعيد يقول شكلها حلو، وهي شكلها حلو. بس انا هقول لكم على العيوب والحاجات الاخطاء اللي انا وقعت فيها، عشان انتوا كمان تخلوا بالكم ان شاء الله مفيش حد منكم يقع فيها مره تانية. هي الركنه عباره عن ايه؟ عباره عن كنبه اهي، وكنبه اهي، وكنبه تانية اهي، مش معمول لها غير مخدع واحد. تمام. وكمان معمول لها بفين، انا اللي حاطه ده طبعا اهو، معمول لها بفين زي ما انتوا شايفين اهو. هقول لكم بقى دلوقتي على الاخطاء اللي انا وقعت فيها، واتمنى ان محدش يقع فيها يعني لما يجي يعمل انتريه او ركنه او اي حاجه زي كده. اول حاجه ودي تعتبر يعني تاني حاجه مضايقاني في الركنه، هي ارتفاع الاسفنج. زي ما انتوا شايفين احنا كنا متفقين على ارتفاع الاسفنج هيكون 20 سنتي. الارتفاع اللي انتوا شايفينه ده لما انا يعني جبت بتاع الستاير اسهولي تاني لقى الارتفاع 10 سنتي، لكن بعد الفايبر اللي هو الديباج الطبقه اللي هي بتتحط على وش الاسفنج عشان تبقى مريحه في القعده هي اللي عملت الارتفاع شويه، ده يبان ان هو مثلا 14. تاني حاجه الكابوتونيه بتاع الظهور زي ما انتوا شايفين عامل ازاي، انا شلت لكم واحده اهو عشان تشوفوه. ده طبعا يعني تحس ان هو لازق في الظهر كده، مش عالي. ودي تاني عيب برضو انا شايفاه في التنجيد بتاعها، المخدع بتاعها برضو مش معمول كابوتونيه زي ما انتوا شايفين، معمول خطين ازاي، وبرضو كنت عايزاه يكون اعلى من كده. في عيب تاني بقى لو دققتوا شويه هتلاحظوه اهو، اللي هو الجزء الكنبه اللي هناك دي، زي ما انتوا شايفين الكنبه دي اصلا مش مظبوطه، يعني جايه كده بلفه. لو تلاحظوا من فوق، يعني عشان تلاحظوها كويس لازم اقرب لكم كده، شايفين الدايره جايه كده 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 اهي اهي، وجايه بزاويه لغايه الستاره اهي، شايفين عامله ازاي؟ حتى لو تلاحظوا على السجاده بصوا عليها كده هتلاقيها مش ماشيه مظبوطه. طبعا عشان انا كنت عاملاها عموله، فهو الصح المفروض ان انت تاخدي الخشب وانت تنجديه بمعرفتك. انا عملتها عموله وهو وداها بمعرفته الواحد ينجدها، وللاسف يعني تنجيده ما عجبنيش خالص. بس خلاص انا صرفت يا جماعه الركنه دي حوالي 15,000 جنيه للاسف الشديد يعني. هي خشبها كويس وخشبها زان وحلو قوي تمام، لكن لما تيجي بقى تشوفي العيوب اللي فيها دي، العيوب دي مضايقاني جدا جدا جدا. طبعا في المستقبل ممكن يعني ان شاء الله ان انا اعمل اسفنج اعلى شويه، وممكن اغيرها خالص، اغير اللون، وممكن اغيرها كلها خالص يعني. انا بس كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب كمان خداديات لونها اصفر بلون الخلفيه اللي ورا دي، ولسه طبعا هنا هركب كمان براويز. انا بس حبيت اوريكم نظره عامه كده سريعه، لان عارفه ان في ناس كتير مستنيين الفيديو ده، وان انا فعلا طولت عليكم. الترابيزه دي زي ما انتم شايفينها كده انا عاملاها طبعا على حسب يعني اللون اللي انا اخترته للمكتبه، نفس التصميم زي ما قلت لكم، جايباه من على النت، كلفتني برضو لوحدها 1500. بالنسبه للخشب بقى كلفني المتر بتاعه 1500، والقماش انا جبته على حسابي، والتنجيد كان على حساب اللي هو اللي عمل لي الخشب. دايما الترابيزه بتكون خارج حساب الركنه او حساب الانتريه، حتى لو هتجيبيها جاهزه من بره، ده تنجيدها من جوه شكله عامل كده. كمان السجاده دي كانت عند ماما، يعني انا ما اشتريتهاش مخصوص لان انا عارفه ان هي مش لايقه على لون الركنه، فان شاء الله قريبا هقول لكم ايه اللي ممكن تستخدموه بديل للسجاد.
وفي نفس الوقت ما يكونش تكلفته عاليه قوي. ليك عايز لايكات كتير. اخر حاجه بقى عايزه اوريها لكم في الصاله. طبعا هنا هركب بقى براويز وكده، براويز اللي هي المودرن، وكمان عايزه اجيب مرايه في الحته دي، فان شاء الله ربنا يقدرني يعني. اخر حاجه بقى هوريها لكم اللي هي المكتبه بتاعه التلفزيون دي. كلفتني طبعا، اللي شاف الفيديو برضو اللي انا كنت قلت لكم شطبت فيه الشقه، هي مكلفاني المكتبه دي حوالي يعني بالكوبيستا حوالي 3000 جنيه. تمام. فكرتها بصراحه انا جبتها من على النت، فكرتها عجبتني جدا. عامله مالكوش دعوه طبعا بالتابلوهات اللي تحت دي انا هعلقها على الحيطه، بس انا حطاها كده مؤقتا. تمام. دي الشاشه LG برضو انا جايباها من عروض كارفور، ان شاء الله هعمل لكم عليها فيديو برضو، هعرفكم الامكانيات بتاعتها وكم بوصه والكلام ده كله في فيديو تاني مستقل. انا دلوقتي بس بوريكم المكتبه. طبعا الدباديب اللي انتوا شايفينها دي مروان اللي حاططها، هو يعني حب يحط اي حاجه في المكتبه فحط الايه الدباديب بتاعته. ودي البراويز اللي انا ان شاء الله جايباها عشان اعلقها اهي، وفي تاني يعني براويز تانية وكده. فانا مستنيه بس ما اكمل بقيه الحاجه وهوريكم نظره عامه. حبيت اعرفكم بس الاسعار. وطبعا المكتبه دي لسه كمان ما كملتش، لو تلاحظوا في كهرباء طالعه منها اهي، لسه هيعمل لي شريط ليد ليها حوالين المكتبه عشان تعطيها يعني شكل احلى. وكمان في الجزء اللي فوق ده هيركب لي سبوت، وفي الناحيه التانية برضو هيركب سبوت. ومروان يعني معتز بالهديه دي، كان جايبها لي في عيد الام اهي. انت ما حبيتش ازعله، قال لي اما انا احطها في المكتبه، قلت له مش مشكله حطها. ودباديبه دي طبعا العاميه دي، دبدوبه عاميه ودبدوبه حالتها صعبه. ودي فكرتها من تحت اهي، معمول لها زي ما قلت لكم انا جايبه الفكره بتاعتها من على النت، يعني مش من خيالي ولا من خيال النجار. تمام. الخشب بتاعها يعني زي ما انتم شايفين اهو، ده خشب دهان يا جماعه، ده مش قشره اهي. دي فكره الباب ده باب هيدروليك، بس هو لسه برضو ما كملش المفصلات الهيدروليك بتاعته. وزي ما انتم شايفين رفين من تحت اهو، والرفوف اللي فوق بس. هي دي فكره المكتبه، حاجه مودرن بسيطه. هي فكرتها بسيطه. انا كان نفسي اعمل جبسن بورد، بس زي ما انتم شايفين يعني ما اتعملش حسابه من الاول ان كان المفروض يتعمل بدل الجبس اللي هو اللي ماشي ده، كان يتعمل بداله في السقف اللي هو السقف المعلق بتاع الجبسن بورد. فممكن مستقبلا ان شاء الله ربنا يرزقنا يا رب، ونعمل كل ما نتمنى، ونعمل اي حد نفسه في حاجه يعملها يا رب. ده كانت نظره سريعه على الصاله اهي، اتمنى طبعا ان هي تكون عجبتكم. طبعا انا لسه كده زي ما قلت لكم انا ما خلصتش كل حاجه. هركب بقى باذن الله البراويز، وهجيب الحاجات بقى الديكور اللي انا عايزه اعملها. بس انا بحب ان انتوا تشاركوني، عشان كمان اللي عايز ياخد فكره يعني عن حاجه معينه. ما تنسونيش لايكات كتير للفيديو، ويا ريت توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان تشجعوني ان انا انزل باذن الله بقيه الفيديوهات. حبايبي اللي طلبوا مني تفاصيل كتير عن الغساله وتفاصيل عن التلاجة، باذن الله انتظروني في الفتره اللي جايه. هعمل لكم فيديوهات اوضح لكم بالظبط البروجرام بتاعها وكل حاجه تخصها. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. استنوني في الفيديوهات اللي جايه، ما تنسونيش باللايك، والسلام عليكم.